قصة ياسر ملتحن شخصية ضابط وشخصية دكتور وشخصية محصل. كان عنده هدف إنه ينتحل شخصية رئيس وزراء، لكن للأسف تابعوا القصة وحتعرفوا حصل معه شنو. يعقوب قال عندي صاحبي اسمه ياسر، بنقول له الجوكي، مستهبل شديد لكن كمان ظريف شديد. لما الاقيه بتبسط جدا، متسلط وبتاع درامات وما في اي حاجة بتغلبه. هو اصلا شغال في العقارات. الزول ده بيتقمص اي شخصية وثقته في نفسه لا حدود لها، بيعمل اي حاجة دايرة. وانا بصراحة معجب جدا بدرجة التقمص العالية اللي عنده، يعني لو ما بعرفه مستحيل اكذبه. قبل كم يوم لقيته في السوق، وبعد التحية والسلام قلت له يا ياسر يا ابو مبارك عيان راقد في المستشفى ولازم نمشي نزوره، وانت عارف مبارك ما قاعد يقصر معانا، فاذا ما عندك حاجة خلينا نمشي عليهم الليلة. قال لي جدا راح نمشي هسي ده، رغم انه هسي ما زمن زيارات، لكنه اصر اننا نمشي هسي ونخش المستشفى. أول ما وصلنا المستشفى لقيت الغفير قاعد برا ويمتلك من السلطة والنفوذ ما يفوق حلف الناتو. النسوان بتوسلن له زي الفكي، وحافظات اسمه التقول خالا اسمه الطاهر بقول له بشنب، والشنب ذاته عادي يعني، لكن واضح انه عنده هيبة. النسوان شابكينه ليك هي يا صباح الخير، قال لهم ولا صباح الخير ولا صباح النور، ما في دخول، يعني ما في دخول إلا في ميعاد الزيارة. غايته عمك ده محتاج له في الحكومة. المهم بقيت عاين لياسر، قلت له انت عارف الا نجي في زمن الزياره. قال لي كده راح لعمك ده. قلت له ما انت سامع انت قاعد بجود في النسوان. قال لي ما في دخول الا في زمن الزياره. قال لي انت كده بتستخف من قدراتي، انت ما عارف انا منو. قلت له يا ياسر في شنو؟ قال لي معاك الدكتور ياسر استشاري العظام، تقول لي مواعيد زياره؟ والله يا جماعه الثقه اللي اتكلم لي بيها انا ذاتي قربت اقول له عندنا زولنا عيان ممكن اجيبه لك العياده. الزول ده رهيب شديد يا اخي. قال لي انا بس طالب منك حاجه واحده. اداني ظرف، قال لي اول ما اوصل عند البوابه تجي جاري وتسلمني الظرف، تقول لي يا دكتور يا دكتور اتفضل الصوره طلعت. انا طبعا مغمض بتابع الزول ده، شايفه واثق من شغله. فعلا شلت الظرف. قال لي اول ما اتلفت لك طوالي تجي جاري وتسلمني الظرف وقول لي بلهفه يا دكتور يا دكتور الصوره طلعت، واديني الظرف. بس ده الدايره منك، اتفقنا؟ قلت له ظابط. فعلا وصلنا عند باب المستشفى، أول ما اتلفت لي طوالي جيت جاري يا دكتور يا دكتور اتفضل الصورة طلعت. والله يا أخواننا كأنه زول تاني، عاين لي من فوق لي تحت. قال لي انتوا أصله ما في ذوق، ما في إحساس، ما في احترام. أنا هسي في العيادة ولا نحن بس قاعدين قصادكم ما عندنا شغلة غيركم؟ شنو الفوضى وقلة الذوق دي؟ يمين بالله أنا لما شكيت إني أنا عيان بقيت قدامه زي الطالب الما حافظ نشيد الوطن. قال لي جيب الزفت ده يا أخ. طوال اديته الظرف ولا اداني له. يا زول طلع عليك صورة الأشعة دي تلمع ورفع عليك كده قدام الناس كلهم بقوا بعاين، والمنظر ده كله قدام عمك الطاهر متابعنا بشغف. التقول نائب أخصائي. المشكلة ما في عمك، المشكلة في النسوان اللي بقوا بعاينوا للصورة. هي فاطمة شفتي يا نسرين، شفتي الصورة بتشابهن والله يا. قربت اقول لهم دي ما صورة زفاف، دي صورة اشعة. المهم زولك عاين لي كده، قال لي اهمال كمان ما شاء الله، كتفك مخلوع ولاف بيه، خش نجرى قدامي يلا. والله يا اخواننا الساعة اللي فتحوا لنا الباب وابشنب ذاته مشرف على العملية دي دفر له 5 كده عشان يوسع لنا الطريق بس، ويتفضل يا دكتور دي سمعت القريب والبعيد. وانا طبعا ماشي وراه اطرش في الزفة متكيف شديد، بس عكر لي مزاجي عمك الطاهر. بعد ما دخل ياسر اتلفت علي قال لي انتوا الواحد فيكم يهمل في نفسه ويجي هنا يعذب الدكاترة؟ خش الله لا جاب باقيك. غايته زعلت زعل، عاينت له قلت ارد له. تاني تذكرت ان انا في مهمة وياسر ده صاحبي اصلا ما دكتور. استغفرت واكلت في حناني ومشيت. والله الدار يخش كندا ما يتعرض للإساءة دي. يا زولو دكتور ياسر واثق من نفسه ماشي وانا وراه. دخلنا على ابو مبارك في العنبر وذاته مستغرب من الزيارة المفاجئة. الكارثة لما الجد دكتور الجد قام ياسر سأله سؤال انا ذاتي ما فهمت السؤال ده شنو. قال له هاف ار يو از دونكي از ميتينج. انا ما اعرف فسرتها صح بس هو قال كده. غايته صدق وداك رد عليه آمنت بالله رب العالمين. غايته كان كده. الناس دي ضيعت زمننا ساي في الطب يا جماعة، وفي طب أكتر من كده يا أخ أبو الزفت ذاته يعني. المهم الدكاترة حيوا بعض وضحكوا مع بعض بالإنجليزي وداك فحط ومشى. يا زول أخذنا قعدتنا ومبارك رغم مرض أبوه بقى ميت من الضحك. قال لي ياسر عليك الله لو طلعنا من المستشفى تعال تابع مع أبوي في البيت. أنا بشرب لي في موية لما بخيتها من الضحك.
المهم كفرنا لهم وبقينا مارقين. ونحن طالعين لمحنا في شاب راقد في العنبر معاه أمه، تشيل وتعاين لولدها وتهبب له. يا حليل الأم يا أخ. طوال ياسر مشى عليه، مسك لك يد العيان، بقيس نبضه وبعاين في ساعته. مر لك لحظة صمت زي دقيقة كده، قال له لا الحمد لله، كنا وين وبقينا وين، أموركم طيبة، واصل في العلاج يا بطل. والعيان فاتح خشمه وبعاين، ومعاها ابتسامة لذيذة كده، وأمه دايرة تطير من الفرح. قالت له الله يعدل طريقك محل ما تقبل يا دكتور، كلامك طمنا بالحيل والله. وهو ماشي عاين لي كده قال لي مرات رفع المعنويات أهم من الدواء ذاته. قلت له في دي صدقت يا بوس. ومرقنا تخارجنا بعد ما وراني كتاب. المفاجأة ما انتهت، ونحن نازلين من السلم لاقانا عسكري وهو طالع، شاف لك ياسر ده قطع فيه تحية التقول لواء، ورد ياسر التحية. وانا مستغرب قلت اكيد كان خاشي في شخصية ضابط. الغريب العسكري سأله قال له سعادتك الزول ده جبناه نعمل له شنو؟ قال له اعملوا له مورنيك 8 وافتحوا البلاغ طوالي. العسكري لما نتكيف تاني قطع فيه تحية اكبر من ديك بشويه. قلت له وسع عليك الله يا ياسر، انت عرفت الزول اللي كلمك عنه وعارف حالته؟ قال لي زول بيجيبوا البوليس المستشفى، حيكون حالته كيف يعني؟ ما يا داقين عكاس يا مطعوم بسكين. شفت لك بوليس جاب زول قبل كده المستشفى وعنده ملاريا؟ قلت له لا. قال لي طيب ما لك دار تعلمني شغلي ولا شنو؟ وبعدين العسكري ده ذاته شكله جديد، انا لو ما مستعجل كان فتحت تحقيق. والله انا ذاتي بعد الكلام ده حييته، عاين لي كده وضحك. قال لي غايته الله يعيننا، البلد دي كلها فوق راسنا، صحيح في شوية تفلتات أمنية لكن حنحسمها إن شاء الله. قلت له ده كلام يطمن يا سعادتك، واضح إنه أنا ذاتي في اللحظة دي دخلت لي في شخصية عميد، غايته الله يمرقنا من الليلة دي. المهم يا زول جينا مارقين طوالي عمك الطاهر وقف على حيله تحية لدكتور ياسر. أول ما أنا جيت ماري قعد، غايته ما عارف ليك والله يا الطاهر. بعد ما طلعنا من المستشفى قال كده نخشى البقالة داير لي شوية حاجات. أول ما وصلنا البغالة يا زول بتاع البغالة طاير من الفرح، احترامات تقيلة، والود الشغال في البغالة بيشيلوا بخط الحاجات في العربية، وقطعوا فينا 2 بارد خارج الحساب. صاحب البغالة قال لي ياسر الحمد لله ناسك ديل تاني ما جونا، ما قصرت والله يا مدير. ونحن في العربية قلت له ناسكم منو؟ قال لي ناس الضرائب. قلت له وانت منو؟ قال لي أنا مدير التحصيل. قربت أنزل أصفق وأعلق، يا أخواننا ده نصاب شنو البعات اللي أنا متابعه ده؟ قلت له غايته يا ياسر اليوم اللي يقبضوك فيه تعرف إن الله حق. قال لي اللي يقبضني منه؟ لو مسكت الناس دي كلها بتلقى كمية منهم داخلين في شخصيات ما حقتهم، تلقى الواحد أصلا ما بصلي وبوستاته كله عن تارك الصلاة، وواحدة تلقاه بتنصح في الغيبة والنميمة وهي وكيل معتمد لتوزيع الجوالات والشمارات، وواحد عاملين له كرامة عشان جا من العمرة وهو ببيع البنزين في السوق الأسود. أوري ناس يقبضوا منو ويخلوا منو. أنا حمتي خفيفة لأني ما بضر زول، كعب المعلمين الكبار اللي بيلعبوا بالنار خليها مستورة يا صاحبي. قلت له وده المصبرني عليك، خلاني اتلفت وسرحت وتأملت في الجلنطيات الحاصلة دي. قال لي الحمد لله غايته أي شخصية في الدنيا دي عملناها إلا شخصية واحدة بس غلبتني، وأنا بكل لهفة قلت له دي شخصية شنو كمان؟ قال لي رئيس الوزراء. والضحك شرطنا أنا وهو، وأنا ماشي السوق شايفه أول امبارح حايم جنب مجلس الوزراء، غايته الله يستر. وكده يا جماعة وصلنا لنهاية الحلقة. الما عامل لايك يعمل لايك، والما مشترك في القناة يشترك في القناة. ودي أول قصة يا جماعة طبعا نرويها لكم، وإن شاء الله يعني نكون قد الأداء ولقدام إلى الأمام يا جماعة. نشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.